إذا ذهبنا إلى مباراة المركز الثالث والرابع، اسمح لي سأنتقل بين الأمور الفنية والأمور حتى التحكيمية. كان هناك في اعتراض كبير من جانب لاعبين المنتخب المغربي على الحكم عبد الرحمن الجانب، حتى أن أنا سمعت أنه صار عبد الرحمن الجاسم، حتى أنا سمعت أنه صار في مشادة بينك وبين أشرف حكيمي، وفيما بعد خرج واعتذر رسميا. شو اللي حصل في الممر؟ ممكن نعرف القصة؟ أنا أحب أشرف حكيمي بالطبع، إنه لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب بقولها، كان يهدف لأن يقول شيئا عن الحكم، لكنني أعتقد يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم، كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض مبارياتهم السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، مشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، ولأنهم كانوا يرون المغرب، الفريق كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت للنهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا لقد لامست قلوبنا وأثرت قلوبنا وكل العالم. بما تكلمنا عن طاري المنتخب المغربي، المغرب قدموا مباريات عظيمة، تصدروا مجموعتهم، أحرجوا الكبار كلهم وكانوا يستحقون ذلك، والدليل وصولهم المركز الرابع على مستوى العالم. المنتخب التونسي فاز على منتخب حامل اللقب، المنتخب الفرنسي، المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني، وعفوا يعني مش اللي الفوز والله اللي الواحد يقول بالحظ، لا، فوز بكل معنى الكلمة، يعني بحق، باستحقاق. مكتسبات نعتبرها؟ لا أعتقد بأنها بذلوا كل ما بوسعهم. لا أعتقد، لقد أبلوا بلاء حسنا، لكنهم وصلوا إلى ما يستحقونه. السعودية بعد الفوز ضد الأرجنتين كانت مباراة صعبة، كانت أول مباراة للأرجنتين ولم تضمن التأهل بعد، والأرجنتين لعبوا بشكل قوي أيضا. السعودية غلبت الأرجنتين، وفي المباراة الثانية ضد بولندا لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في مناسبات عديدة، لكنهم كانوا غير محظوظين، والأمر حصل مع تونس، وفي النهاية فقدوا القليل. وأعتقد وهذا من خلال خبرتي في السنة الماضية عندما تنظم بطولة العرب، أعتقد بأن كرة القدم العربية سواء في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط هي من كرات القدم التي في تطور مستمر وستبهرنا في المستقبل. وعندما نرى العاطفة التي تجتاح المنطقة باتجاه كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترى المواهب الموجودة هناك أيضا،
أعتقد قطر بطل آسيا، لكن للأسف في هذه النسخة كان الأداء لم بمستوى كأس آسيا، لكن عندما في كأس آسيا عليك أن تكون متميزا في لعبك. لقد رأينا السعودية، تونس، المغرب، الجزائر لم تكن حاضرة، مصر لم تكن هنا، لم يتأهلوا للأسف، لكنهم لاعبون مميزون وهم لاعبون على مستوى عالمي. لذا فإنني أعتقد بأن مستقبل كرة القدم سيتحدث اللغة العربية إن شاء الله. شكرا. لكن ماذا ستعمل في 2026 حتى الآن؟ يعني أنا أعتقد أنها هذه أصعب مهمة لك في 2026، بطولة في 3 دول بتكون معقدة. حتى الآن حتى اللحظة أنتم ما اعتمدتوا المجموعات، 16 مجموعة 12 مجموعة، زيادة عدد المنتخبات 80 مباراة تنقل. فأنا الله يعينكم، بس أنا أبغى أعرف السؤال الآن ماذا ستعملوا؟ هل تم اعتماد 16 مجموعة أو 12 مجموعة، أو هل فعلا كما يقال أن 16 مجموعة 3 فرق وبتصير ما في خسران تلعب ركلات ترجيح أو حاجة؟ نبغي السبق. سأبدأ بالتفكير بذلك منذ الغد. ولليوم أنا لا أزال أركز وأستمتع بمونديال 2022 والذي لا أريد أن أقول مستحيلا، ولا يوجد شيء مستحيل في الحياة. لا أدري بأن سيكون مونديالا مختلفا، سيكون كأس عالم مختلف في 26 وبمشاركة 48 منتخب ب3 بلدان، مسافات بعيدة، لكن 3 بلدان أيضا خاصة الولايات المتحدة وكندا، حيث نريد أن نروج وندفع بكرة القدم، لأنني أعتقد بأن كرة القدم يجب أن تكون أكثر عالمية في هذه الأيام في هذه البلدان، ويجب أن نذهب إلى الشرق الأوسط، للعالم العربي، لنعتنق العالم العربي وأن نجلب العالم العربي لكرة القدم. وكما قلت السعودية، تونس، المغرب بالطبع، وبلدان أخرى يجب أن نجلب المزيد، ويجب أن نجلب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي لديها ثقافة كرة قدم أكبر، سواء كانت 16 مجموعة أو 12 من 4. علينا أن نناقشه بالتفصيل في الشهور القادمة. علي أن أقول بأنه بينما عندما اتخذنا القرار فكرنا بتقديم 16 مجموعة من 3 والتأهل الجولة التي تليها، بعدما رأينا ما حدث هنا في هذه النسخة في دور الأربعة، في مجموعات الأربعة، وحتى آخر مباراة في آخر يوم لم يكن واضحا بأن أي فريق سيتأهل. حتى آخر لحظة كانت الأهداف تتغير، يتأهل أو لا يتأهل، وأعتقد بأن مجموعة من 4 هو أفضل خيار. 106 I think much. ستكون 104. هل هذا كثير؟ سوري، يعني بتصير 106 مباريات، أعتقد صعبة. لدينا 46 مباراة في هذه النسخة المونديالية. هل تعتقد بأنه لو كان لدينا 40 مباراة إضافية من هذه المباريات هذا كثير؟ هذا سيكون رائعا برأيي، وخصوصا في 3 دول. السؤال الأخير بس في نفس الموضوع، لو لا قدر الله البطولة يعني نجاحها 60-50%، هل يمكن أنكم ترجعون للتنظيم لدولة واحدة مستضيفة؟ فكرة التجمع تلغونها؟ هذا سؤال جيد. أعتقد حسنا، أعتقد بأنها ستكون ناجحة في 3 دول، وأعتقد أيضا علينا أن نحاول أن نشرك المزيد من البلدان في التنظيم لكأس العالم. أنا شخصيا أؤيد أن تنظم المونديال أكثر من دولة مضيفة في المستقبل، خاصة مع وجود 48 فريق. لا نريد بلدا واحدا أن يستضيف هذا العدد من المنتخبات، سيكون أمرا عبئا كبيرا. وإذا كان هنالك بلدان أكثر تتشارك بخبرة الاستضافة
استضافة كأس العالم هذا برأيي على سيعود الأقل بالفائدة. دولتين مش 3.